شمروخ الأرجوز شكشكة شعرية غير دورية بالفصحى وبالعامية. شمروخ الأرجوز 3. في حب مصر عنوان فرعي، وعنوان رئيسي زبدة الاعتبار بما وراء أسباب الانهيار، وهي من النثر العامي الشعري. عن ابن عبد الباقي رضي الله عنه وأرضاه وجنبه عذاب الغربة في آخرته ودنياه قال: سئل آية الله الخميسي عن السر وراء انهيار الاتحاد السوفيتي فقال: الشر يصنعه صغار النفوس، والغنم تغشاها الذئاب إذا ما أدخمت التيوس، ويستشري الفساد ما دام الخير لا يؤتى بغير فلوس، ويسود في ساحات النضال الالتهام الكذاب والبهيم النصاب والسيء الخبيث، الذين هم وأضرابهم نتاج زمان أصبح السبت فيه كالخميس. ساعتها يفقد الشغيل متعة الإنتاج والعمل، وتغلق في وجه المثقفين أبواب الأمل، وتصبح مزاولة الفنون ملجأ للمبدعين من الجنون أو السجون، فيضجر الناس من التفكر في الأسباب، ويغلقون في وجه العقل الأبواب، ويتجاهل العامة ما يجري، يلوذون بعصمة الصمت والصبر. قطعه مريدوه خوفا من الغرق في لجة الخلاف، وهم في أشد الحاجة للائتلاف. يا مولانا أطال الله عمرك، ليس لنا جلد على الشجار والنقار، نسألك عن أسباب الانهيار فقلها باختصار. تفهم آية الله ما يؤرقهم وتبسم وجهه وقال: أما عن الأسباب فهي واضحة غاية الوضوح، فاضحة كعاهرة عارية على السطوح، وهي تتلخص في الإكبار والإخبار وتزييف الأخبار وتجنيد الجار ليهتك أسرار الجار، ثم رطان الثوار على الثوار. انتفض المريدون مهللين: والله يا خميسي ما قصرت، وكأنك يا قديس أسريت إلى هناك بجسدك فأبصرت. قال آية الله الخميسي وقد تمايل إعجابا بنفسه، وزادت ثقته في حكايات أمسه: إذا خذوها عني ولا تخفوها، بل أعلنوها في كل آن، فقد يعي الغافلون في كافة الأوطان، لأنكم وهم ستحاسبون عليها يوم ينصب الميزان. فلقد هاتفني بها هاتف ذات ليلة وأنا هائم في الساحة الحمراء، أو على ما أظن وأنا نائم في العتبة الخضراء، في تلك الأيام الصريفة التي لم يكن يحتكم المناضل فيها على 3 تعريفة. يومها تعلق الهاتف بجبتي وأمسك بياقتي وهزني هزة ارتعدت لها هامتي وقال: اعلم يا خميسي أنه قد ورد في كتب الأمميين الأولين أنه سيأتي اليوم الذي لا يضيع الإسلام فيه إلا جهل المسلمين، ولا يهدم الاشتراكية إلا فساد الاشتراكيين. فالبدار اذهب لتبلغ أولئك الذين ظهرهم للجدار من الشعوب التي يوم تشاء لا تضمن الفطار، والحذار من طمع التجار وكذب الثوار وسلطة الضباط حتى ولو كانوا من الأحرار. بعدها هام ابن عبد الباقي عشقا وهو يرتجف من الانفعال وقال: وظل القديس يكررها علي حتى ملأت الدموع عينيه وعيني، وخفت عليه وظننت أنه لن ينطق بسواها، لأنه يخشى على أمته وبني ملته أن تنساها، وسبحان من أنشاها وسواها، هو وحده الأعلم بما في النفوس وما أخفاها. هناك تذييل على المتن وإيضاح لا مفر منه. يقول ابن البدري أن هذا حديث ضعيف الإسناد، لأن ناقله وراويه من ذوي العلم بالأمر وما فيه.
اما الهلالي فيؤكد انه حديث مطعون عليه لان به حداثة لا تخفى على احد من ذوي الفراسة. اما ابن الصيرفي فيؤكد انه لم يرد في الكتب التي حققها الشيخان العراقي والخشان، ولم يذكره احد من اهل الثقة او الساسة. اما ابن شفيق الصفيق فقد حلف طلاقا بالثلاثة مؤكدا انه حديث مكذوب ومنحول اصلا واطلاقا، اذ لم يذكره ولي امره وصاحب نعمته رفعة بن السعيد في سفره القديم الجديد خلاصة الخباثة في اصول الوصول والاعيب السياسة. ولذا ينصحكم ابن عبد الباقي وينصح نفسه طلبا للسلامة وبعدا عن جوالب الندامة ان يؤخذ الامر كله بحذر، وان يمعن فيه اهل الرأي النظر، فهو لا يريد اغضاب اهل الحل والعقد يا صحاب. وقال الله واياكم شر ذوي الانياب والقبضة العافية الجهولة من فاهم الفولة واصحاب اليد الطولة، وجنبنا في حبكم وقاحة البطر ومزالق الخطر، وحفظنا من خيبة المقولة العجولة وعيبة قصر النظر. رباعية وربع. محلاه حنينك حين يكون من القلب، حتى الزمان قاسي حزين او صعب. قلب البشر معجون بماء الحنين، وده اللي يفرق بني ادم عن ابن الكلب، حتى ولو كانوا صحبة عمر نفس الدرب. شكشكة بعنوان الموت. مش لازم تمشي في كل الجنازات. الموت متربص فوق امم العمارات وعلى منصات المؤتمرات والندوات، ما فيش ريشه بيفتي في مصير الطير، متخفف اشكال الوان وقصايد وجرايد ومقالات وفواتير، داخل في جداول دوري الكورة والانتخابات، في نشرات البورصة ورائد على الارصفة تحت البلكونات، في نوة المزيكا وعربيات الدرجة الثالثة، في اجتماعات القمة وجنازير الدبابات. الموت بقى ليه رجلين واسنان حدثية. الموت بقى ليه رجلين واسنان حدثية، واخد شكل الموت العادي الهادي رغم الضجة الثقافية وخلل المخابيل البالغين. وطني ومستورد شكله جميل بيبدع في مواويل العشق. الموت واخد شكل النيل بيرطم ب7 تلسن ولغات عامية وفصحى وبكافة لهجات الترتيل، له قوة بطش الهجانة ولصوص الليل، وبيملك رقة احاسيس الادم الذوق، بيشاركني العشاء كاس البيرة وطبق الكشري، وفي نفس اللحظة بيجهز ويا عدوين بنود ذبحي، داخل في مفاوضات ومناورات يحرمني قلة فرحي. الموت زي الثعلب فات بيبدل جلده زي ما بيبدل سيدنا وتجرسنا الجرفتات والوزارات، ولذلك بطل تمشي في كل الجنازات. خد لك ساتر من الموت اللي ما عندوش ملة لو تقدر. احزن على قدك، ما انتش قد الموت. بعد ما اصبح بيألف نكته بنفسه، خالط يومه بأمسه، ومتمادي في بأسه ويأسه، يصغر لك من سن الألم اللي بتكتب بيه، يضطرك تسمع اغانيه، تكتب شره، تجريه، واكتر ترضى تقابله في الاتليه وتماين وياه في الجريون، وكأن الجبن حياة والحزن ليمون، ودموعك ملهاش سعر زي الوطن المغدور والشعر. الاتليه ده اتليه الفنانين القاهرة موجود في وسط البلد، والجريون هو كازينو بسيط وصغير يتجمع فيه احيانا مثقفين لشرب البيرة وللنميمة طول الليل، ولذا لازم التنوين. رباعية وربع. بيني وبينكم سنين من فقر ما نسيتهاش، بينكم وبيني سجون قهر اللي ما تفناش، سجانة كتبة دكاترة مخبرين شعراء، وشوش أليفة مخبية غيلان وحناش، بعتوا الوطن كاش وسكرتم بدم بلاش. صفحة من نهدهات المشيب.
واحد كغصن يخضر بديع الحزن رياني، حمال ثمر طرح امه لكنه رياني، بكيف وكيفه حر يميل يتبسم، يرسم يقسم بكيفه خلف رأياني، وما النسيم يجرحه